بدايتي مع البرمجة لما واحد صاحبي في كلية هندسة عرفني على حاجة بسيطة بلغة الجافا، كتبت كلمة في الكود والكمبيوتر رد عليا. ساعتها حسيت اني اكتشفت حاجة غامضة، وده خلى فضولي يكون عايز يعرف اكتر عن البرمجة. بدأت اتعلم لغة الجافا سكريبت، وكنت كل يوم بكتب كود صغير جدا وبجربه على محرر الاكواد علشان اشوف نتيجة شغلي. عايز اقول لكم ان اول مرة بنيت صفحة ويب كانت تجربة حلوة جدا، ودي اللي حمستني وخلتني اكمل في المجال، لان شفت بعينيا ان ممكن اعمل حاجة من الصفر واشوف نتيجتها قدامي. الحاجات الصغيرة دي هي اللي حولت شغفي في البرمجة لحاجة حقيقية. البرمجة فتحت لي ابواب جديدة مش بس في الشغل لكن في حياتي كلها. علمتني ازاي افكر بشكل منطقي، ازاي احل المشاكل، وازاي اشتغل على نفسي واذاكر وابحث واطور من نفسي دايما، واحاول اكتسب دايما مهارات جديده علشان انجح في الحياه وسوق العمل. كمان ساعدتني اعيش حياه مختلفه واحقق حلمي في السفر واشوف واتعرف على دول وناس من ثقافات مختلفه عني. لو عندك حلم وعايز تغير حياتك ابدا دلوقتي. مش لازم تكون خريج كليه كبيره او عندك خبره سابقه في اي حاجه. انا بدات من الصفر واكيد انت كمان تقدر. البرمجه مش بس مهاره، دي طريقه تفكير وفرصه تغير بيها حياتك بالكامل. لايك وفولو وتحول لمبرمج.